السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض بانيه الشركات، بجد وصفة حلوة جدا، وهنعملها كمان عشان نخزنها شوية رمضان، واللي بتشتغل بجد وصفة يعني سريعة جدا او للمدارس. بصي الوصفة بتاعتنا النهارده تنفع لكل حاجة، بجد اللي هيدوق الوصفة منك مش هيصدق ان انت عاملاها في البيت، فعلا طعمها عاملة زي الجاهز. اول حاجة جبت نص كيلو من البانيه، غسلته كويس جدا وفرمته في المفرمة بتاعتي، او المفرمة لو عندك او الكبة. تمام، اي حاجه افرمي فيها البانيه كويس جدا. بجد مكونات سهله ومن البيت هنعمل احلى بانيه شركات. نص كوبايه من البرغل، جبته وطحنته كويس جدا في المطحنه بتاعه الخلاط، ونزلت بنص كيس من الفيجيتار الحار، ونزلت كمان بضايه، وهنزل بنص معلقه من البصل البودر اللي كنا عاملينه مع بعض، ونص معلقه من الثوم البودر، وهننزل بمعلقه صغيره من الملح، والملح حسب الرغبه، وكمان هننزل بنص معلقه من الفلفل الابيض. تمام، عشان انا مش عايزه فلفل اسود عشان ما يسودليش البانيه بتاعتي من جوه. تمام، ما عندكيش فلفل ابيض خلاص حطي فلفل اسود ومفيش اي مشكله. حطيتي برغل ليه يا شيماء؟ البرغل صديق اللحوم. صديق اللحوم يعني ايه؟ يعني ما بيداريش طعم اللحمه او الفراخ. تمام، بجد حلو جدا. جربي الوصفه وهستنى تقولي لي في التعليقات بعد ما تجربيها، قولي لي انت البانيه طلع معاكي عامل ازاي. النهارده الوصفه بتاعتنا بجد حلوه جدا جدا. هاجي بقى خلاص كده تبلته، ولا هسيبه بقى في التلاجة ولا اي حاجه. معايا الخلطه اللي بجيبها من العطار، خلطه الكريسبي، هطحنها شويه في الكبه او في المطحنه بتاعه الخلاط، واقوم نازله بنص كيس الفيجيتار اللي اتبقى عليها واقلبهم مع بعض. وخلاص كده معايا بقى طبق فيه جنبك فيه ميه، وتبداي تبلي ايدك وتشكليه على شكل البانيه بتاع الشركات، وتنزلي بيه على طول في التتبيله بتاعتنا. بصي اهي وريتك الطبق عشان ما كانش ظاهر. ابدا اخد العجينه بقى بتاعت الفراخ بتاعتي بتاعت البانيه، وابدا ان انا اشكلها شكل البانيه الجاهز بتاع الشركات، وابدا ان انا انزل ابل وشها وظهرها كده بس بايدي بشويه الميه، واقوم نازله في الخلطه بتاعتنا بتاعه الفيجيتار الكريسبي. تمام، بجد حلوه جدا. ويكون معانا بقى دلوقتي زيت على البوتاجاز، زيت غزير، حله صغنونه كده او طاسه صغنونه، وتحطي فيها الزيت. شايفين بقى؟ ولا بيض ولا اي توابل ولا اي تكلفه، بجد من نص كيلو بانيه عملنا اكتر من كيلو الا ربع من البانيه الشركات، وبالميزان وهوريكم. شايفين بقى الجمال ولا الحلاوه؟ بجد حلو جدا. انا اوريكم الوصفه وعملت منها ما شاء الله كميه حلوه لرمضان، علشان سهله جدا وتبقى سريعه في رمضان. تعملي جنبيها بقى رز بسمتي، تعملي جنبيها مكرونه، انا كنت عامله جنبيها مكرونه. شايفين ببل الفراخ ازاي قبل ما انزلها كده بشويه الميه؟ حلو جدا. الميه دي لو انت حابه تبهري شويه ممكن تحطي، بقول هنا بس عشان قبل ما انسى بقول لك لازم تغسلي ايديكي كل ما تلاقي اتكومت فيها كده من الخلط بتاعت البقسماط، لازم تروحي تغسليها. هنا الميه بقول لك لو حبيتي ان انت تحطي فيها شويه بهارات ممكن توم بودره، بصل بودره، بس هي مش محتاجه. شايفين بقى على الميزان 800 جرام من النص كيلو بانيه، بجد حلوه جدا. الوصفه جميله، واتمنى ان الفيديو النهارده عجبكم. بقى لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. شايفين بقى الجمال ده؟ بجد حكايه حكايه حكايه. شايفين بيطلع زي البانيه الشركات ولا لا؟ والله والطعم حكايه. اتمنى ان انتوا تجربوا الفيديو النهارده وتقولوا لي رايكم فيه ايه. بعد هنا بقى ما خلصنا الفيديو الجميل ده والبانيه الجميل ده، اسيبه بقى واقول لك بالف هنا وشفا. هسيبك واقول لك في رعايه الله، مع السلامه.